النهارده اتصلت بخطيبي ما ردش عليا، قعدت اتزن كتير 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 وفي الاخر كنسل عليا. اول حاجه النهارده جت في دماغي ان هو سابني او شاف واحده تانية وقرر يبقى معاها في علاقه. تخيل ان انت عايش كل يوم في رولر كوستر من المشاعر اللي مش بتخلص، شويه حزن شويه فرح شويه غضب شديد جدا. ده ببساطه ممكن يكون عندك اضطراب الشخصيه الحديه. غالبا هو ما سابكيش ولا حاجه، غالبا يعني نفترض حسن النيه، ولكن الحقيقه ان ده ممكن يقول لنا على حاجه مهمه فيكي ان انتي ممكن يكون عندك بعض الاعراض من اضطراب الشخصيه الحديه. اول حاجه من الاعراض دي الخوف من الهجر. يعني ايه الخوف من الهجر؟ يعني قاعد دايما في العلاقه مهدد ان الاخر يمشي ويسيبني بدون ما يكون في دليل واضح على ده. تاني عرض من اعراض اضطراب الشخصيه الحديه هو المشاعر العاليه وخاصه الغضب، ودي بتكون حاجه لا اراديه منهم، هم مش عارفين يتعاملوا مع مشاعرهم ولذلك بيعملوا سلوكيات غالبا بتأذيهم وبتأذي اللي حواليهم بناء على المشاعر دي. ثالث عرض من الأعراض الاندفاعية ان هو يعمل سلوك بدون ما يفكر في العواقب السلوك ده ممكن تؤدي لإيه. يعني مثلا اول ما خطيبك يرد عليكي تغضبي جدا وتتخانقي معاه خناقه وتقولي الفاظ صعبه ممكن تؤدي ان العلاقه دي فعلا تنتهي، وده كله بسبب تفسيرات وافكار في دماغك ممكن تكون غالبا مش صح. رابع عرض من الاعراض اضطراب الشخصيه الحديه هو اضطراب الهويه. يعني اوقات كتير مش بكون عارف انا بحب ايه او مش بحب ايه او انا مين او عايز ايه في الدنيا دي. ده غالبا بيكون من اصعب الاعراض لانه ده بيؤدي ان البني ادم نفسه يحس باكتئاب شديد قوي نتيجة ان هو مش عارف هو عايز ايه في الحياة. خليني بس اكد عليك ان ما ينفعش تشخص نفسك على اساس فيديو او اختبار على النت، ولكن انت محتاج تروح لمتخصص وهو اللي يساعدك توصل للتشخيص المظبوط. وفي يوتوبيا احنا مش بس بنسمعك، احنا بنحاول نفهم الوجع اللي ورا كلامك وبنساعدك تفهم انت ليه بتتصرف اصلا كده وازاي تتخطى ده وتتعافى منه. ولو في يوم حد قالك ان انت شخصيتك بايظة او حد ما تتعاشرش ما تسمعلهوش، انت بس محتاج تفهم نفسك.